يسعد لي صباحكم. اشتقت لكم كثير ورجعت لكم بهالفيديو، ان شاء الله يكون على ذوقكم. حبيت هيك اورجيكم طبيعة والمكان اللي انا ساكنة فيه، هيك جولة حوالين المنطقة اللي انا بمشي فيها عادة. الهواء بياخد العقل. اول شي بدي اياكم ما تنسوا تصلوا على سيدنا محمد. لكم هي القناة الصغيرة، وتدعوا لأهلنا بسوريا الله يا رب يفرج همهم ويعطيهم الصحة والسعادة والهنا هن وكل من قال آمين. هون في مبنى مثل يعني رياضي جنبه مسبح، وكمان في محل آيس كريم هون، يعني من أكثر المحلات تبع الآيس كريم المشهورة. الأولاد بيجتمعوا عليه كتير بعد المدرسة، تلاقوا المدرسة كلها تقريبا موجودة هون. هون بيوت بقى وهيك فيلا مقسومة نصين، وعندهم كمان مكان بتقدروا انكم تودوا اولادكم فيه على التشايلد كير، يعني المدارس اللي هي الكندر جاردن، الحضانة. كتير كتير حسيت براحة بعد المشي. مشيت لي تقريبا شي لهلا شي نص ساعة، ولسه قدامي نص ساعة تانية. بحب هيك الصبح بس كون منيحة وماني مريضة اني اطلع غير جو، اتمشى شوي مشان نروح على شوية الدهون الزيادة اللي اجونا برمضان ونحن بالشتاء. الله اعلم قديش بده يجي لسه، لازم نشيل مشان اذا اجى شيء ما يكون بزيادة بقى. هون الحضانة على شمالي، وكتير كتير ما شاء الله يعني الأولاد لذيذين عم يلعبوا بهالشمسات الحلوة، فشي مسلي جدا. بدنا نودع امه. الحلو بهاي المنطقة انه ما شاء الله بكل شوية صغيرة بتلاقوا مكان تمشوا فيه. يعني هي من احلى الشغلات اللي هون حبيتها، انه بس تكون في شمس مثل اليوم هيك طالعة ولذيذة، بتلاقوا بكل مكان بتسكنوا فيه او بكل مكان بتقعدوا فيه في جنبكم مكان قريب تتمشوا فيه كمان. فعن جد من احلى الاماكن. هون الباركينج تبع المركز الرياضي. وهلا رح كمل لفتي ونرجع على البيت لنشوف شو رح نساوي. مين لسه ما حط اللايك؟ اللي ما حط اللايك يحطها، يلا حطوها لشوف. ورجعنا على البيت وعملت فنجان هالقهوة مشان اشرب وصحصح، لأنه بعد هالمشية الطويلة كان بدها هيك فنجان قهوة على رواق. فاليوم عملت لحالي هيك جو كتير حلو، وقعدت اشرب القهوة قدام الزرعة هي اللي قدام الشباك، واخذت لي شوية شمس حلوين كتير اليوم بعد فترة طويلة كتير لا مشيت ولا طلعت ولا اجيت. فاليوم كان عن جد يوم كتير حلو. يا رب هيك تكون ايامكم كلها فرح وسعادة يا رب العالمين. وكمان حطيت لي تمراية. الحمد لله رب العالمين. ماني عم حس ابدا اني جوعانه او جاي على بالي شيء حلو، يعني عم عوض اي شيء بدي اياه، مثلا بالفواكه او مثلا بقطعه تمره هي عم باكلها شوي شوي لاخر نقطه بفنجان القهوه. طبعا فنجان القهوه كل شوي والتانيه بعدله وبصب زياده، يعني عم بشرب لي فنجانين قهوه لصحصح، صرت ما شاء الله عني. وهلا اجى وقت المي، بدي بلش اني اقطع الفواكه هي وحطها جوات البريق تبع المي مشان العيله كلها تشرب. مثل ما بتعرفوا الحمد لله رب العالمين انه بناتي كانوا مرضى، هلا الحمد لله بقيان بس جنجونه حالها الحمد لله رب العالمين مشي حالها وصارت منيحه. انا وزوجي صرنا احسن، بقى بس تصير جنجونه احسن بيمشي الحال وبنصير كلنا بخير. فعم عبي البريق تبع المي، وكل شوي والتاني عم برجع بزيده وبحط له نعناع وبحط له ليمون وبحط له برتقان. كل يوم بغير الطعم تبعه، ما في شيء بيتم مثل ما هو، يعني كل يوم بغير طعمة المي مشان اقدر اشربها، لانه مثل ما بتعرفوا انا بكره المي، فاذا ما عملت هيك ما بشربها، ومحتاجة اشرب كتير مي لاقدر خلي جسمي يطلع كل المي اللي جواته اللي مخزنة. طبعا لانه نحن كتير مقلين بشرب المي، فبتلاقوا حالكم انه قد ما عم تشربوا جسمكم ما عم يطلع المي، لانه يعني انا بشرب كاستين 3 باليوم.
فهلا مثل ما انتم شايفين مع الليمون والبردقان وهيك، هلا شربت قدامكم كاسه ورح ارجع اعبيها مره تانية مشان تكون جاهزه. وانا عم اشتغل عم بعمل اي شيء برجع مره تانية بشرب طول الوقت، عم بشرب مي لاقدر اني اخذ الكميه كلياتها. هلا للوزن الزياده انه اتليست بدكم شيء على حسب يعني جسمكم. انا عن نفسي محتاجه 3 لتار من المي لاقدر اني خلي المي اللي بجسمي تطلع. يعني 3 لتر مي كل يوم لازم نشربهم. فبعد ما بخلص البريق برجع بعبيه مي مرة تانية. وطبعا الفواكه والشغلات اللي أنا حطيتها بتتم لآخر لحظة يعني. وبالأخير أنتم ممكن يعني بآخر اليوم تاكلوهم لهدول الفواكه. طبعا الليمون ما فيكم، بس ما بكبه بحطه جوات غسالة الصحون وبخلي ريحة الصحون تطلع تاخد العقل، وبنفس الوقت بيعقم هيك يعني وبيعطي ريحة حلوة. هلا هون رح اعمل فطور صحي ولذيذ كتير طيب. وهذا الفطور من الشغلات اللي انا عن جد ادمنتها بالفتره الاخيره. فطور هي عم ورجيكم انه السبانخ مغسوله فانتم دايركتلي بتستخدموها. رح نعمل فطور بالقلايه الهوائيه. بدي لكم انه ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله الوصفات كتير رح نستخدم القلايه الهوائيه بهالفتره اللي جايه. هون كنت مقطعة السبانخ مثل ما انتم شفتوا. هلا انا دايما بعمل البيض بالسبانخ، بس اول مره بعمله معاكم بالقلايه الهوائيه. بدي لكم انه عن جد عن جد من اطيب الوصفات اللي بتاكلوها. انا هون رح اعمل لإلي ولزوجي ولبنتي عملت 4 بيضات. انا عن نفسي ما رح اخذ الكميه طبعا كلها، انا رح اخذ بس بيضه ورح اخذ معاها جبنه. وبنفس الوقت السبانخ هي كمان فيها مثل كربوهيدرات. فاليوم بما انه جوجو بالبيت وزوجي عم يشتغل من البيت، فقررت اني اعمل لهم هيك فطور مميز وطيب وبنفس الوقت يكون هيك صحي. وصفة صحية ما بتاخذ منك أكثر من 2 دقيقتين تحضير. يعني تقطيع السبانخ أصلا مغسولة، تقطيع السبانخ يعني فتح البيض وكمان حط البندورة عليها وشوية جبنة بارميزان حطيت. إذا عندكم جبنة موتزاريلا حطوا، إذا عندكم جبنة مثلا كيري، اذا عندكم جبنه فيتا ما بعرف اذا بتنزل مي ولا لا لاني ما استخدمتها، بس لما استخدمها رح اقول لكم لانه اكيد رح ادخلها بوصفات ان شاء الله جايه. هلا السبانخ والبيض وجبه مشبعه جدا. يعني بدي لكم انه هاي الوجبه لما بتاكلوها حتى من غير خبزه تحسوا حالكم تعبى بطنكم، ما بقى تقدروا تفكروا بالاكل. فكيف إذا حطينا جنبها شوية أفوكادو، إذا حطينا جنبها شوية خضرة وبلشنا نغمس بدل ما ناكل بالخبزة ناكل بالفليفلة أو ناكل بالخيار أو البندورة أو بالأفوكادو نفسه نغمس الجبنة. وأنا هذا هو اللي أنا عملته. يعني أنا غمست بالجبنة وأكلت الصراحة قطعة خبز. وهي هيك يعني انت الوجبه الصباحيه بدك تاخذي يعني قطعه الخبز تبعك. انا ما بشيل الخبز تماما، لا باكله لانه هيك انا محتاجه كربوهيدرات. باخذ كميه مانا كبيره بنفس الوقت ما بحرم حالي من شيء وباكل كل شيء بيجي على بالي. شوف هو ما احلاها. هون بلشت اني زبطها، شغلت الماشين على الاير فراير، حطيتها على درجه حراره 200 وحطيتها على 10 دقائق. ما بتاخذ معكم اكثر من هيك. بس بدكم تكونوا اوريدي حاطين طبقتين من هيدول اللي بينحطوا جوات القلايه الهوائيه. هدول انا درت عليهم كتير لقيتهم هون. لقيتهم محل صيني موجود تقريبا ب هوبر كروسنج بالمكان اللي بيكون فيه كولز هنيك. موجود محل هيك صيني. لما دخلت لعنده ولقيتها كأنكم عطيتوني $100 لأنه عن جد هي كنت عم دور عليها كتير وماني ملاقيتها. ولازم كنت استنى لتجيني من علي اكسبرس وانطر نطرة طويلة كتير لأقدر اني وصي عليها. بقى كتير انبسطت. هلا رح اقطع الافوكادو وكمان خلص خلصتها. فبس بقيان يعني اني اقطع الافوكادو ورح قبل ما بلش حطها بالصحن يعني شيلها من هون. رح ارجع هيك لفه كمان مشان اتاكد انه سخنه. يعني بدي اياهم ياكلوها سخنه، بس انا طلعتها من جواتها لاني اذا بدي خليها بالحراره تبع الاير فراير رح تحترق معي. فمشان هيك طلعتها لبرا قبل ما تخلص على الخالص. يعني قبل بدقيقتين من وقتها ما ينتهي طلعتها شوي لبين ما خلص تقطيع كل الخضرة، وبعدين ببلش اني ارجع احطها مرة تانية مشان نقدر ناكلها سخنة ما تكون باردة ابدا. هلا قطعت وحدة افوكادو وراح احط معاها بقى الفليفلة البندورة وشوية السبانخ اللي كانوا بقيانين من البيض، من قرص البيض.
ورح بلش أحكي لكم على شغلة عن جد لازم تنتبهوا عليها كتير منيح إذا أولادكم بمدارس ببلاد غربة أو حتى بالبلاد العربية. أنا صرت شك إنه بأي مكان ممكن يندس السم بالعسل. انتبهوا على الأولاد اللي بالصفوف الصغيرة، لأنه هلأ يعني نحن قبل ما نجي من نيوزيلندا كانت هاي الشغلة سايدة، فانتبهوا كتير منيح انه الولاد عم ينقال لهم انه انت إلك حق انك انت تغير نوعك. يعني لازم اذا انت ولد تتم ولد، واذا انت بنت تتمي بنت، فيك تغيري النوع تبعك، الجندر او الجنس تبعك، بدال ما يكون ولد تكوني بنت تقدري تغيريه، وهذا حقك. صاروا عم يدسوا للأولاد الصغار السم بالعسل. الأطفال طبعا هن من على هوا ما بيحكوا أهاليهم، بيقولوا انه ليكوا فينا انه الرجال فينا يتزوج رجال والبنت فيها تتزوج بنت، وانه لا تضايقوا الناس هدول، هن هذا حقهم. بدكم تنتبهوا كتير منيح، بدكم تفهموا اولادكم انه هذا مو حق حدا، وانه هذا شيء سيء جدا، وانه رب العالمين خلقنا باحسن صوره، لازم نحافظ على جسمنا مثل ما هو، مثل ما رب العالمين خلقنا فيه. نحن مو من حقنا لا نغير جنسنا، ولا نخلي حدا يتحكم فينا او يفهمنا شيء غلط. نحن رب العالمين اذا خلقنا بنوته، اذا خلقني الله بنوته، انا بدي تم بنوته وشكلي حلو، رب العالمين خلقني باحسن صوره. واذا رب العالمين خلقني ولد، يعني انا رب العالمين عطاني هذا الشكل، وانا لازم احتفظ باللي رب العالمين عطاني اياه، ما غير ولا بدل بخلق رب العالمين، لانه هذا حرام. فنحن لازم نفهم اولادنا، لانه انا عم اقول لكم انه عن جد عن جد اللي انا عم بسمعه وبشوفه هالفتره صار شيء بشيب الراس. يعني الله يا رب يتلطف فينا ويسترنا، لانه نحن صرنا تقريبا باخر وقت، يعني الزمن صار اخر زمن. اذا انت بتودي ابنك على المدرسه مشان يتعلم، بيقوم بيرجع لك بيقول لك انا فيني صير، لو بعتي ابنك بيقول لك انا بدي اتحول لبنوته لانه انا بحب البنات اكثر، او العكس. فيا سلام على اللطافه والشيء اللذيذ كتير اللي عم يصير. ورجيتكم نوع الجبنه اللي انا عم بستخدمها، انا هي جايبتها من عند صحارى، عن جد اطيب انواع الجبن، شيء يعني من الاخر. هون هذا الخبز اللي حطيته، انتم انتبهتوا انا حطيت تنتين لاني انا ما اخذت غير نص وحده منها. وهلا رح بلشت اطلع مشان اسقي الزرعات. طلعت عملت لهم مكان برا، لانه الشريره اللي عندي اللي اسمها لوسي، اللي هي الكلبه، كلبة الحراسة اللي برا، ما بتخلي لي شيء بأرضه. سألتوني ليش ما بزرع بالجنينة؟ هذا هو الجواب، عندي كلبة حراسة أكره ما عليها إنه أزرع شيء. فلبينما زوجي يعمل لي تقفيصة وأقدر إني أحط فيها الزرعات تبعي، طلعتهم كلياتهم هيك على الشمس، وعن جد منظرهم بفرفح القلب. كل يوم بطلع بتفرج عليهم وبرجع بسقيهم وبرجع، وهيك بعاد عن ايدها ما بتقدر تطولهم. بدي اقولكم انه يعني يا حرام عم تموت وتعاني، انه بدها تمسكهم وتنزلهم على الارض تفتفت فياهم. الله وكيلكم عملت جنينه، يعني عملت كنت زرعت بقدونس وزرعت نعناع وبلشوا يكبروا، وبيوم بطلع لكم لبرا بلاقيها ناكشه الارض نكش، ما انا مخليه شيء على شيء. وشو زعلت يوميتها عن جد، يعني انقهرت وقلبي وجعني على هالشغلات اللي ماتت. فهلا قلت لهم ما بقى ازرع شيء غير على العالي. بالاول كنت عاملتهم بالبيت، بس حسيت انه بالبيت ما رح يكبروا مثل ما المفروض، لانه سبحان الله يعني الجو والطبيعه وهي الشغلات هي اللي بتخليهم يكبروا. هون كنت عامله كاسه شاي كل شوي هيك عم مزمز فيها. عم تم حاول اشرب مشروبات سخنه كتير. هلا الشاي لانه كنت فطرت وحسيت اني بحاجه لكاسه شاي هيك تزبط لي الدنيا معي. هلا هون عم بعمل فاصوليا. هاي الفاصوليا من الاكلات اللي كتير طيبه بالشتاء، نحن عنا شتاء باستراليا. فهلا اذا حدا عم يتابعني من بلاد تانية حيقول لي انه نحن عنا الصيف، انتم عندكم صيف نحن عنا شتاء. فهي الاكلات من اطيب الاكلات اللي عن جد كتير كتير بحبها. حطيت كاسه ونص فاصوليا، رح اغسلها كتير منيح، وبعدين رح بلش حطها على النار لتستوي. ما بحط لها لا بيكنج صودا ولا شيء، هي لحالها بتدوب ذوبان، يعني عطوها ساعة وما بتاخد منكم أبدا وقت. ماما كانت تنقعها من بالليل للصبح، بس نحن مع هالجيل الجديد أحيانا بنسى، فدايركتلي ببلش أعملها يعني خلال اليوم، يعني بنقع مثلا شي نص ساعة أو ساعة وبلش فيها دايركتلي. هلا هون رح حطيت شوية زبدة ورح وحطيت شوية زيت مثل ما انتم شايفين، ورح أبلش قلبها، وبعدين رح نزل اللحمة. نحن ما بنكتر كتير لحمة، لأنه أنا عائلتي ما بياكلوا لحمة غير حلا وجنا، وحلا تقريبا كمان يعني
عم تروح اكثر على الدجاج، ما عم تحب كتير لحمه، بس طبعا هاي الاكله لازمها لحمه. فحطيت لها هيك يعني قولوا مثلا ربع كيلو لحمه. وراح بلش اني احط البصل. الأكلة هي أنا بالنسبة إلي أكلة من أطيب الأكلات اللي بتنعمل بالشتوية، وبستنى الشتوية بفارغ الصبر لنعملها، لأنه عن جد ما بعملها كتير بالصيف. بتشوبوا يعني لما بتاخدوها، لأنه كتير بتعطيكم طاقة وبتن يعني بتدفيكم. فأنا بحس إنه هي بتروح للشتاء أكتر من الصيف، وما بيخلى الأمر إني أعملها مرة أو مرتين بالصيف كله أو يعني الفصول الثانية كلها، بس بالشتوية بكون تركيزي عليها. هلا هون حطيت الفلفل الأسود وحطيت الملح، وراح ابلش اقلبها، وبعدين راح بلش احط عليها صلصه البندوره، وبعدها راح اقلبها وحط عليها مي بعد ما تكون اوريدي. وحطيت كمان هلا معلقه ونص من الثوم المفروم. بيطلع الطعمه تبعها خطيره يعني عن جد. هي الاكله ما شاء الله كفت ليومين. بدي اقول لكم انه زوجي قال لي يعني انه بكره لا تعملي شيء، خلص كان بقيان صحن، قال لي لا رح ناكل منها يعني. كتير كتير حبوها، ومثل ما قلت لكم ما بنعملها كتير، فيعني بيشتاقوا لها. سبحان الله. انتو شو اخباركم؟ ذكروني شو طبختوا بقى اليوم مشان اتذكر ونعمل وصفات هيك ان شاء الله. واكتبوا لي كمان شو حابين نجرب وصفات بالاير فراير. بالفيديو الجاي ان شاء الله رح نعمل وصفات كتير لذيذة وحلوة، استنوه بتوقيته مثل ما حطيت لكم باول الفيديو امتى بينزل الفيديو تبعنا. فدايما خلوكم مع الوقت هيك متابعين امتى بينزل الفيديو، وبدي اياكم هيك ما تحرموني من كومنتاتكم اللي كتير حلوة واللي بتخلينا نتعرف على بعض اكثر. يسعد لي قلوبكم يا رب. هون عم حط بابريكا، وحطيت كمون وشوية كزبرة وملح طبعا. وبعدين رح بلش حركهم وغطيها لغاية ما تتسبك معي، وروح اعمل الرز اللي من غير هاي الطبخة ما بياكلوه. يعني أنا حاولت كتير قول رز يقولوا لي، قل لهم برغل يقولوا لي رز، قل لهم برغل يقولوا لي رز، وبالأخير مشوا كلمتهم علي. شو بدي أعمل؟ حكمة القوي. زوجي والبنات ما بيحبوا كتير البرغل، أنا كتير بحسه صحي. والصراحة هالمرة ما عملت، بس يمكن بكرة جنب البقيان أعمل كاسة برغل، لأنه بقى كمان رز، فخلص يعني بعمل لي كاسة برغل إنه بياكلوا معي إذا بدهم. هن متعودين على الرز، فبالرز بالنسبة لهم يعني هو الشيء اللي بيتاكل وما عليه ما له بديل مثل ما بيقولوا. بس أنا بالنسبة إلي متعودين نحن يعني جنب هاي الأكلة بناكل برغل، والبرغل كتير بيفوت بأكلاتنا بسوريا. أما بمصر لا، ما كتير بيستخدموا البرغل للأسف الشديد. بس ما في مشكلة أبدا، مندخله هيك ولا هيك. من كم يوم أكله يعني بالمجدرة وما حكى شيء، الله يرضى عليه يا رب. بس فهيك سبحان الله. فكنت عم احكي لكم عن هداك الموضوع، فانتبهوا كتير منيح على اولادكم. حاولوا دايما تكون يعني حكيكم مع اولادكم طول الوقت انه تفهمون انه هذا ما مزبوط، انه هذا الشيء اللي عم يصير مو حقيقي، انه انت جسمك مؤتمن عليه، لازم تنتبه على الناس اللي عم يحكوا مشان يخلوك تغير خلقة الله. انتبهوا نحن عن جد صرنا بزمن والله العظيم الواحد ما عم يستوعب اللي عم يصير. ما بعرف والله، لما عم شوف الحكاوي والقصص اللي عم تصير حوالينا قلبي عم يوجعني. عم حس انه نحن صرنا باخر الدنيا، وعم خاف على هالولاد يعني وين بدهم يوصلوا وكيف بدهم يعيشوا بهالزمن الصعب هاد. نحن كانت الدنيا مسكرة علينا، الانترنت كان ما موجود تقريبا، اهالينا كانوا يفهمونا الدين مزبوط، بالمدارس كان في دين وهيك. فهلا بتحسوا حالكم ترتعبوا، بتخافوا على اولادكم طول الوقت، لانه ما بتعرفوا مين عم يدسلهم السم بالعسل. الله يهدينا ويستر عليهم ويحميهم من كل شر يا رب العالمين. هلا دقتها كان طعمتها كتير طيبة، انا عائلتي بتحبها، ما أنا كتير مريئة. هون رشيت لها كمان فلفل اسود وزبطت لها ملحة، والله بتستاهل تبكن. اما شو شي يعني من الاخر. طبعا بعد ما خلصتها وخليتها تغلي، رحت بقى كان في كم كاسه وكم صحن طلعوا لي، قلت والله ماني تاركتكم مشان لما بلش يعني روح جيب بنتي من المدرسه ونبلش نتغدى، قلت يعني انه يكون كل شيء خلص، ما بدي الصحون التم بوشي. بدي الحوض يكون فاضي مشان بعد الغدا دايركتلي ينحطوا الصحون فيه، وبعدها على طول هيك اشطف هون يكون الحوض فاضي ويكون كله نظيف. فعن جد انا اكره ما علي انه يكون الحوض فيه صحون وانا اوريدي يعني نحن نكون لسه ما تغدينا، لانه بعد الغداء بتلاقوا المطبخ يعني صار مقلوب.
فأول بأول عن جد بتلحقي تخلصي كل شيء قبل ما تبلشي تاكلي. هي شغلة من الشغلات اللي كتير ضرورية، إنك تفضي الحوض تبعك تخليه نظيف وعم يلمع، بحيث إنك لما تيجي بدك تغسلي الصحون التانية ما تلاقي لها غير صحنين 3، وما تعبي الدنيا بقى صحون والصحون تتعبى على المجلى والدنيا تقوم ما تقعد. لا، أول بأول ما في أحلى منه. وهيك بكون خلصت لليوم. عن جد الحمد لله رب العالمين، الله يا رب يقوينا ويعطينا الصحة والعافية نحن وإنتو يا رب العالمين. وهالجو اللي عنا كتير هلأ صاير برد بالليل، فيعني الواحد بعد الغداء عم يحس حاله إنه عم يحط بدنه بده ينام له شي ساعة. وبعد هالمشية تبع اليوم أنا حسيت فعليا إنه بعد الغداء اليوم حابة إني نم لي شوي. وهي غدانا لليوم الحمد لله رب العالمين. الله يا رب يديمه نعمة ويحفظه من الزوال يا رب العالمين. وإن شاء الله هيك يا رب أيامكم كلها تكون فرح وسعادة. لهون بيكون خلص الفيديو معانا لليوم. إذا عجبكم لا تنسوني من اللايك والشير، بحبكم كتير كتير. مع السلامة وبشوفكم فيديو جديد. باي باي.